السلام عليكم ومرحبا بكم وصحة رمضانكم وإن شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل بصحة جيدة. اليوم راح نكمل معاكم المملحات اللي سبق وين حضرتها معاكم في الفيديو السابق تاع لاباط فيتي. عملتها لكم يعني غير كيفاش نطيبها، واليوم راح نعطيكم لاصوص اللي تجي بزاف سهلة واقتصادية وبنينة بحشوة سهلة وخفيفة. إذا كان ما عندكم حتى حاجة في الدار، لا زيتون لا طو لا دجاج، يعني عملتها لكم غير بشوية تاع الكاشير، اقتصادية وخفيفة. تبعوا معايا جميع الفيديو وإن شاء الله ينال إعجابكم. وهنا قبل ما نبدأ معكم الصلصة تاع اليوم وطريقة تحضيرها، نتمنى اللي أول مرة يدخل قناتي ما ينساش يدعمني بالاشتراك واللايك وخلي لي تعليق محفز باش ديما نتشجع ونحط لكم المزيد. ومرحبا بكم إن شاء الله في قناتكم. نبداو الطريقة على بركة الله، بسم الله. أول حاجة نجيبو كسرونة نديرو فيها هنايا 2 كيسان ونص تاع الحليب. أنا هنا مع الأول درت غير 2 كيسان ونص، الآخر نسيتو حطيتو مع الآخر دوك نوريلكم. ونزيد مغرف تاع المايزينا وقرصة تاع الملح وشوية تاع الفلفل الكحل كيما راكم تشوفوا. ها والكاس الثاني، الكاس الثالث اللي درتو نص كاس، يعني هنا درنا كامل 2 كيسان ونص تاع الحليب. نخلط مليح بالفوي باش هذيك المايزينا تحلحل لنا مليح. كي نديرو على الفرن ما تلصقناش. هنا نديروها في الفرن ونقصوا نقصوا له ونخلوها طيب بعقلها ونبقاو نحركوا. هنا ما نخطوهاش، نبقاو نحركوا فيها. هنا كي تبدا تعقد لنا شويه كيما راكم تشوفوا هكذايا، يعني هنايا تبقاو تحركوا حتى تبدا تعقد. ما تخلوهاش وتروحوا باش هذيك المايزينا ما تهبط لكمش. نزيدوا مغرف كبيره تاع الزبده، حوالي 30 40 غرام، ونبقى نحرك فيها مليح مليح حتى تذوب لنا. أنا كيما قلت لكم يعني هذه الصلصة جد جد اقتصادية، ما فيها حتى حاجة بزاف، اللي ما عنده والو يقدر يديرها. هنا جبت واحد الزوج مغارف كبار تاع الشيدار كيما راكم تشوفوا، يعني أي نوع تاع الفرماج عندكم ديروه هكذايا وخلطوه مليح مليح حتى يذوب لكم في الخليط كيما راكم تشوفوا. كيما قلت لكم يعني وصفة اقتصادية جد سهلة. هنا عندي فرماج، أنا نخدم بالفرماج تاع البيدون، واللي ما عندوش يدير هذاك تاع المكعبات ولا وحدة كاري. يعني قد ما تكثروا لها الفرماج قد ما تجي لاصوص تاعكم تجي بنينه وتجي عاقده. هكذايا نبقى نحرك مليح مليح حتى يذوب لي هذاك الفرماج كامل. هكذايا يعني كيما قلت لكم هنا ما تنحوش يديكم على النار باش ما تلصق لكمش من تحت. وما تخلوهاش تعقد بزاف بزاف، خاطش هي اصلا كي تبرد راح تعقد كيما راكم تشوفوا. هذا هو القوام اللي تحصلت عليه. هنا راهي كي سخونه تبان لكم خفيفه، بصح غير تبرد تشد روحها وتعقد. هكذايا شوفوا بقاو معاها مليح مليح تحركوا حتى تحسوا باللي راهي خلاص عقدت لنا لاصوص تاعنا. نطفوا الفرن هنايا ونخلوها كيما راكم تشوفوا. هذه هي لاصوص تاعنا. هنا كي تبرد راح تعقد، نخلوها تبرد شويه، يعني ما نديروهاش وهي سخونه. هنا كيما راكم تشوفوا ما فيها والو، حاجه واحده راح نديرها كيما قلت لكم في اول الفيديو. عندي شوية تاع كاشير رابيتو كيما راكم تشوفوا، درتو في سكرفاج ورابيتو هكايا خفيف، يعني يجي الذوق تاعها يجي بزاف بنين في لاصوص. وما يجيش وتحسي باللي اللون تاع لاصوص تاعكم تبدل، يعني يجي لونها بزاف بزاف شباب. هنا لا كان عندكم زيتون ديروا زيتون، الا كان ما عندكمش انا بالعاني درتها لكم غير هكا. بلا زيتون بلا طون بلا دجاج بلا حتى حاجه، يعني غير شويه تاع صوص فرماج وشويه تاع الكاشير. يعني هاد الوصفة اقتصادية ب100%. هنا نبداو نجيبو لي صالي تاوعنا ونبداو نعمرو فيها، يعني كي تبدا تعقد لنا وتبرد نبداو نعمرو فيها. درتها على في البوشادوي كيما راكم تشوفوا، ونفرغ بشويه. شوفوا يعني اللون تاعها راهو باين ابيض رايح بالغوز، يعني يجي شكلها بزاف بزاف شباب وهايل. شوفوا انا نعمرو كامل هادو لي مول تاوعنا هكذا بهذه الطريقه. شوفوا يعني اللون تاعها كيفاش شباب يجي داك الكاشير يجي فيه هكا، يعني كشغل حبات يبانوا كي حبيبات مع لاصوص تاع الفرماج. يجي شكلها بزاف بزاف شباب واقتصادية بالبزاف. والبنة بنينة صدقوني، غير جا يعني بنين خفيف وبنين، يعني ماهوش ثقيل ثقيل بزاف، اللي تقدر يعني كيما رانا راه في رمضان مع حريرة شربة يجيك بزاف خفيف وهايل. هنا حكمت شوية تاع الشيدار رابيتو كيما راكم تشوفوا، وزينتو هكا من الفوق كيما تعرفوا كامل. وهنا درت شوية تاع الطون، يعني هنايا اللي عندكم ديروا، ما عندكمش ما ديروش. ديروا غير حبة تاع زيتون وشوية تاع الفرماج، هذا ما كان. انا درت شوية تاع الطون، كانت عندي باطا درتها هنايا
كتزيين، يعني هنا التزيين يبقى اختياري، كل واحد كيف يزين لي صالي تاوعو. هكذايا درت لهم كامل مغرف مغرف صغيرة مع حبيبات نتاع الزيتون. الزيتون يعني يعطي لها منظر بزاف شباب المملحات تاوعنا، حتى نتحصل على هادو لي صالي يجو بزاف بزاف هايلين هكذا، حتى نكمل كامل الحبات تاوعي اللي كاينين هنا كيما قلت لكم. وهنا هذه الصلصة تاع الكاشير، ماذا بيكم يعني تعمروا غير الحبات اللي تاكلوهم برك. كيما تعرفوا الكاشير ما لازمش يبات ولا تعاودوا تسخنوهم ولا يعني تاكلوهم في نهارهم. كيما راكم تشوفوا أنا هنا راح ندير في الكورني، أنا بالعيني درت لكم كامل شوي شوية باش تشوفوا كيفاش يجي في الكورني، كيفاش تجي في لي مونشو في أي موديل. يعني أنا درت لكم 3 لي موديل عمرتهم لكم باش تشوفوا كامل المراحل تاعهم. درت شوية صلصة من الداخل وزدت زينتها بشوية تاع الشيدار هكذايا كيما راكم تشوفوا هنا. يعني المنظر تاعها يجي كي الكورني تاع لاكريم. شوفوا يعني صدقوني كي تفرغوا لاصوص تجي هذيك لاصوص بالغوص، تجيك شغل الكورني تاع لاكريم، يجي منظرها بزاف شباب وخفيفة خفيفة كي تاكلوها، ماهيش حاجة ثقيلة. تقدري تاكلي 4 5 حبات، يعني ماهيش ما تقهمش لاصوص تاعها ما تقهمش. هكذايا كيما راكم تشوفوا هذو لي مونشو ثانيتك راني نعمر فيهم نفس الطريقة كامل. تعرفوا تعمروا لي صالي تاعكم، ديروا شوية منا وشوية منا مع شوية تاع فرماج ويجي يعني شكلها بزاف شباب. هذه هي نتحصل على لي مونشو بزاف هايلين وخفاف. هنا راح نزيد نعمر معاكم حبة باش تشوفوها. شوفوا هادو لي مونشو شحال جاو بزاف خفاف وهايلين، يعني جاو ما شاء الله هايلين هايلين. يعني طريقة بزاف هايلة. كاين اللي يخدمهم يعمرهم وهما خضورة هادو لي مونشو، وكاين هاد الطريقة تخليهم حتى طيبوا وتعمريهم. يعني انا نفضل هاد الطريقة تجي احسن من هذيك اللي تكون عجينة وتعمريها. وهادو هما لي صالي تاعنا تاع نهار اليوم. درت لكم 3 انواع بالكريمة، جد سهلة واقتصادية باثنين مكونات برك كيما نعرفوا الحليب عفوًا الفورماج والكاشير هذا ما كان. يعني حاجة سهلة واقتصادية، وكيما قُلت لكم يعني كي يكون ما عندكم حتى حاجة في الدار تقدري تخدميها وتتناوليها كيما قُلت لكم يجي بزاف بنينة وهايلة. سيرتو الولاد كيما تعرفوا يحبوا بزاف الكاشير، يعني كي ديريها لهم هكايا وزيدي تشبحي لهم شوية تاع كاشير من الفوقة يعني راح تعجبهم وتجي ذوقها بزاف بزاف بنين وهايل. ميم الشكل تاعها ديكور يجي بزاف هايل، سيرتو كي تزيديله شوية مكعبات تاع الكاشير مع شوية تاع طون إذا كان كاين وحبة تاع الزيتون، يعني يجي شكلها بزاف بزاف هايل. كانت وصفة تاع نهار اليوم، وصفة اقتصادية بصلصة اقتصادية بمكونات 2 اللي تقدري ديري بيها كامل لي صالي تاوعك تعمريهم جد سهلة. إن شاء الله الفيديو تاع اليوم يكون خفيف وظريف عليكم. شوفوا هنا لي كورنيش شحال جاو بزاف هايلين، يعني ما شاء الله. جات لاباط تاعنا بزاف هايلة وخفيفة، إن شاء الله تجربوها، راني حطيتها لكم في الفيديو السابق. الفيديو اللي قبل هذا اللي ما شافهاش يدخل يشوفها. كانت هذه وصفتنا لنهار اليوم، إن شاء الله تنال إعجابكم. واللي كمل معايا الفيديو وصل حتى لهنايا ما تنساوش دعمي بالاشتراك إذا كنتم ماشي مشتركين، والجام كما قلت لكم الجام هو اللي راح يطلع الفيديو باش غيركم يستفاد. وصحة رمضانكم وصحة فطوركم، وإلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله.